ده بقى الكلام اللي مش هيقوله لك الدكاترة عن التنميل. بص بقى يا سيدي، انا دلوقتي لو عندي انزلاق غضروفي ما بين الفقرة التانية والتالتة، او اللي عند الفقرة التانية، احس بتنميل في جنب وشي، ماشي، وفي دماغي من ورا. ماشي، هشرح لك كل حاجة، هشرح لك كل التنميل سببه ايه. خلاص. الفقرة التالتة سي 3 اهي، احس هنا تنميل في قفايا، شايف من ورا اهو، ومن قدام هنا في رقبتي، من قدام هنا شايف اهو، في الحتة دي كده الزرقاء دي. خلاص. الفقرة الرابعة العنقية، احس بتنميل بقى في رقبتي من جوه هنا كده، ماشي، نازل على الحتة دي كده، وفي قفايا من هنا برضو. بص بقى الفقرة الخامسة، بص تنمل فين لحد فين، من صدري لحد دراعي هنا، بس ما تكملش في كفي. ماشي. الفقرة الخامسة، ها، تجيب لي حتة في قفايا كده صغيرة، بس في صدري من قدام، بكتفي من قدام، بدراعي من قدام، توصل لحد هنا الاصفر ده. ده كده الفقرة الخامسة عندي انسلاق في الغضروفي فيها. طب الفقرة الستة، صباعي ده اهو، ستة. تعالى كده فكر كده، ستة، شايف؟ ستة، ستة اهي، شايف الفقرة الستة اهي، تمشي على الدراع من بره، كتف من بره كده، وتجيب صباعي ده، ماشي، ومن قفايا كده تمشي كده اهو. دي الفقرة الستة. الفقرة السابعة بقى دي اللي بتجننا بقى. الفقرة السابعة بقى، يقول لك أنا عندي يا دكتور التنميل والوجع جاي من ورا، من ورا، شايف الأورنج، شايف اللون البرتقاني ده أهو، وجايب الصباعين دول، ماشي. فقرة إيه؟ السابعة أهو، ماشي، جيب الصباعين دول. خلاص. الفقرة التامنة بقى، مش الفقرة التامنة، مفيش حاجة اسمها الفقرة التامنة، هما 7 فقرات عنقية. العصب الثامن هو بيبقى نازل من تحت الفقرة السابعة. الفقرة السابعة العنقية تحتها عصب ثامن، هو اللي بينمل لحد الصباعين دول. فبس تعالى هنا بقى، لو انا عندي تنميل في الصباعين بس، ماشي، الصباعين بس، مش من كل دول، يبقى العصب مش مخنوق عند الرقبة. ممكن العصب يكون مخنوق عند ايه، كف ايدي او عند كوعي، وهفهمك ازاي. تعالى هنا، بص بقى، لو انا عندي انزلاق غضروفي، الغضروف ما بينزلق لورا ويضغط على العصب الاصفر ده، شايف العصب الاصفر ده؟ ده ليه؟ لو انا بقى انزلق فوق زي ما قلت لك في دماغك، انزلق في النص في كتفك، انزلق تحت يروح لدراعاتك، فاهم قصدي؟ خلاص. تعالى بقى هنا شوف، بص بص بص، الغضروف هنا تشوه وانزلق واتحرك لورا، داس على العصب، وده العصب ده اتخنق زي ما انت شايف، لدرجة ان في ناس بقى ساعات يلاقي علامة في ايده كده ان ايده خست. شايف الحتة العضلة اللي بارزة عندي دي، يلاقيها مش بارزة. اما تلاقيها مش بارزة كده اهو، شايف العضلة دي القوية دي، اما تلاقيها مش بارزة دي، تعرف ان في اختناق قوي جدا، وكده انت محتاج جراحة تركب فيها ديسك صناعي. زي ما انت شايف اهو، ديسك صناعي بيركب هنا في الحتة دي، ينفخ، يبعد الفقرتين عن بعض، يبعد الضغط عن العصب ده عشان ما ينملش دراعك. تمام. طب تعالى بقى، انا واحد بقى بقعد على الكمبيوتر كتير، وعندي الحته دي وجعاني، اللي في ظهر كتفي، ماشي، الراجل ده من ظهره اهو، كتفه اهو، النقطه دي، ماشي، اللي فوق الحته دي اللي بتجنن دي، الحته دي اسمها سوبرا سكابيولار نيرف. ده عصب هنا، اما بيجي من الرقبه ويتخنق هنا. بيتخنق هنا ازاي؟ تعالى افهمك. شايف الضلع ده؟ ده الضلع الأول اللي خارج من الفقرة الأولى الصدرية، دي أول فقرة أولى صدرية، فوقيها الفقرة السبعة العنقية، دي الفقرات العنقية جاية من فوق، سيبك من دول. الفقرة الصدرية اهي فيها ضلع طالع، الضلع ده بارز لفوق، ضاغط على العصب ده، مبهدلني. ممكن ما يكونش عندي مشكلة في رقبتي، ممكن يكون عندي الخنقة جاية هنا عند الضلع المرتفع ده. لما الضلع ده بيرتفع يحسسك بالتنميل في الدراع كله. طيب ماشي، اللي هو المنظر ده بيحسسك بالتنميل في الدراع كله هنا، بس ما يكونش فيه وجع في الرقبه. اجي الف في رقبتي انا كويس، لكن عندي وجع هنا نار، يبقى انا كده واحد انا بقعد على الكمبيوتر غلط. وهنا بنصح دايما ان احنا نستخدم الماوس الفيرتيكال اللي هو عامل كده، مش الماوس العادي اللي عامل كده. الماوس العادي اللي هو عامل كده ده بيبقى وحش. ليه؟ لو انا عامل ايدي كده اهو، انا لافف ضاغط على ايدي هنا، ماشي، ضغط على ايدي من هنا من الحته دي، فاهم؟ فممكن تنمل لي كف ايدي، ماشي. وهنا بقى كوعي طاير، لو كوعي طاير من على المكتب كده زي ما انت شايف، انا كده خلاص، ما انا كده عملت ايه؟ خنقت العصب هنا تحت الضلع ده، ما انا مطلع الضلع ده لفوق، ضاغط على العصب ده، فبيبدا ينمل لي ايديا. فانا هنا بقى لو انا مستخدم الماوس اللي هو بيعدل ايدي كده اهو، اسمه الماوس الفيرتيكال ده، ماشي، ده ممكن تشتريه من على نون ولا حاجه، بتلاقي الماوس ده عدل ايدك كده اهو، فتلاقي إن انت نزلت كتفك. لكن لو انا عامل ايدي كده اهو، انا عامل ايدي كده اهو بالماوس كده، رفعت كتفي، خنقت العصب ده، الوجع هنا ما يروحش ابدا، فاهم؟
كمان الماوس ده ميزته في ايه بقى؟ ان انا هنا لو انا عامل ايدي كده اهو، انا قاعد ضاغط على كف ايدي من هنا، الحته دي مخنوقه ساعات طويله طبعا، مخنوقه بتخنق العصب هنا اللي بينمل لي كف ايدي. بس انا بقى مش جاي لي بقى تنميل من فوق، انا مش جاي لي تنميل مش خط من فوق هنا، لا انا جاي لي تنميل هنا من تحت، لان انا ضاغط هنا بالماوس على طول، فمنمل لي كف ايدي هنا. رحت انا رافع بقى الحته دي، لان العصب ايه المجرى بتاعته فين؟ المجرى بتاعته في الحته دي هنا، شايف؟ فالحته دي لو اتداس عليها هنا على طول ساعات طويله، العصب ده يفضل يتخنق، ماشي؟ لكن لو عملت ايدي كده اهو، خلاص الحته دي بقت في الهواء. اما الحته دي بقت في الهواء، العصب كده ما يتضغطش. حاجه تانية بقى هنا كمان، لو انا ساند بكوعي كتير على المكتب، انا ساند بكوعي كده جامد هنا، العصب هنا في عصب اسمه ulnar نيرف اللي هو العصب الزندي، ممكن يتخنق هنا. يبقى انا لو ايديا بتنمل من الحتتين دول، شايف الصباعين دول بينملوا، والحته دي من دراعي منمله كده اهو، لكن ما عنديش تنميل جاي من فوق، ما عنديش وجع في رقبتي، بس عندي تنميل جاي من هنا لهنا. يبقى الاختناق العصب هنا مش من الانزلاق الغضروفي ومن الديسك. ممكن تعمل رنين مغناطيسي وتلاقي ديسك، بس لو التنميل مش جاي من فوق، لان السلكه مش مقفوله من فوق، السلكه مقفوله من تحت هنا من عند الكوع، انا ساند على كوعي هنا، منمل لي الصباعين دول، لان العصب ده بيروح ينمل الصباعين دول، فهمت؟ وزي ما قلت لك العصب الزندي ده ممكن يتخنق فين؟ ممكن يتخنق في الحته دي، ماشي؟ الحته اللي على الجنب دي، زي ما قلت لك، مش هنا الحته دي اللي انا بوريها لك في الكاميرا عندي هنا، الحته دي الناس اللي بتلعب كاليستانكس او بتبقى نازله على الحبل من هنا او ماسكه على المتوازي، فالحته دي بتبقى مخنوقه كده، ماشي؟ ممكن تنمل لك ايه؟ الصباعين دول، زي ما قلت لك الصباعين دول، فالصباعين دول تلاقيهم انكمشوا كده، والحتتين دول اتوجعوا واتنملوا جدا جدا وكهرباء وبتاع. فالمهم من الاخر اللي انا عايز اقوله لك في الفيديو ده من الاخر ايه؟ لو الخطوط طويله كده اهو، ماشي، اشك في انزلاق غضروفي. لو الخطوط قصيره، خط التنميل قصير جاي من هنا لهنا، ممكن الخنقه تبقى هنا، ماشي؟ ممكن الخنقه تبقى هنا في الحته دي، ممكن الخنقه تبقى هنا. اما بخنق هنا بنمل اللي بعديه، فاهم قصدي؟ لان ايه؟ انا عايز اقطع الطريق ما بين مخي وما بين الحته دي، ماشي؟ ممكن يتقطع فين؟ يتقطع هنا، اروح منمل كله. يتقطع عند الكتف، اروح منمل كل ما بعد القطع، فاهم ازاي؟ اتخنقت هنا، اللي بعديه ينمل. اتخنقت من فوق خالص، كله ينمل، ماشي؟ اتخنقت هنا، الحته دي بس اللي تنمل. فانت لازم تبقى فاهم ان مفيش حاجه اسمها عندي خط كبير كده اهو واشك ان في حاجه في ايدي، لا. لو انا عندي خط كبير من التنميل وخط كبير من الوجع، اشك في رقبتي. عندي خط صغير، اشك في الحته اللي قبل الخط الصغير ده اهو. انا عندي صباعي ده بس اللي منمل، اشك هنا، فاهم قصدي؟ عندي الخط ده كله منمل، اشك في رقبتي. عندي الخط ده بس لحد كوعي اللي منمل، اشك في كوعي. يبقى اتقفل العصب هنا، نمل كده تحت. اتقفل العصب هنا، نمل كده تحت، يبقى اشك في كوعي، فاهم قصدي؟ قطعت هنا، اللي بعديه بينمل، فاهم قصدي؟ يبقى ما اجيش اقول ايه انا عندي تنميل في كف ايدي بس، ده من الانزلاق الغضروفي. غلط، مفيش الكلام ده. ما دام التنميل في من الحته دي لدي، يبقى انا عندي القطعه هنا، زي ما فهمت. يبقى انا لو رحت الدكتور وقلت له انا كف ايدي منمل، راح عامل رنين مغناطيسي، شفت ان عندي انزلاق غضروفي في رقبتي، بس انا بس كف اللي منمل يا دكتور، هنعمل لك عمليه. مش هتستفيد، هتعمل عمليه وهتفضل منمل، فهمت؟ لازم افضل الاختناق، بعد الاختناق اشوف ما دام اتخنقت هنا، هو ده اللي هعمل فيه عمليه، او هو ده اللي هعمل عليه علاج طبيعي. ومعظم الحالات دي بتخف بالعلاج الطبيعي ان شاء الله. اما نيجي نرجع بقى هنا لمشكله الماوس، ماشي؟ الناس اللي بتستخدم الماوس العادي، شايف كتفه ده مرفوع زي ما قلنا، العصب اتخنق تحت الضلع، وكمان انا لافف كتفي لجوه كده، انا ماسك الماوس ماسكه كده، ماشي؟ مش ماسكه كده، انا ماسكه كده، انا لافف ايدي كده، فانا لفف له ولافف دراعي كله لجوه. ده بيشد عضله اسمها بيكتوراليس ماينور. شايف العضله دي؟ العضله دي ما بتشد هنا، بتخنق العصب الاصفر. العصب الاصفر ده اللي رايح لايديا، فانا ممكن احس بتنميل في كف ايدي وفي دراعي، بس مش واصل لرقبتي، واحس ان رقبتي ماشي بحركتها كويسه، لكن عندي وجع هنا في صدري من قدام، ماشي؟ ومنمل لي ايديا. او ممكن تقول لك بقى الناس يقول لك والله يا دكتور، انا لما بروح مثلا اروح انقي لبس ولا حاجه في المحل، اجي اقعد اقلب في اللبس كده اهو من يمين للشمال او من الشمال لليمين، احس ان دراعي مش قادر. او ما اجي اربط لمبه، بربط اللمبه كده اهو لفوق،
ابدا ارفع الف لفه 2 3 4 5 بعد مش قادر، الاقي دراعي وقع جنبي، واروح رافع تاني واروح ويجي مثلا حد يجي يربط مسمار كده بالمفك ولا حاجه، مش قادر يلف كتير، هو بيلف، فلازم ينزل دراعه يريح شويه، الدم يفك ويتحرك. فدي شكوى دم، دي مش شكوى عصب، ماشي؟ دي شكوى دم. كده اشك جدا ده مش انزلاق غضروفي، لا، ده اختناق هنا للاورده اللي تحت العضله دي، اسمها بيكتوراليس ماينور. شايف العضله دي اسمها بيكتوراليس ماينور. فهنا العضلات دي لو هي دي اللي شاده، ده بسبب ان انا اصلا وانا قاعد على الكمبيوتر كتير بستخدم الماوس العادي ده، مش الفيرتيكال ده، بستخدم الماوس العادي ده، ماشي؟ لافف دراعي لجوه، ماشي، مخلي العضله دي على طول شاده وقافله على الاورده والاعصاب هنا. فدي حبيت افهمك الانزلاق الغضروفي ازاي بيحصل، وحبيت افهمك الاختناق بتاعه الاعصاب ازاي بيحصل. ويا ريت تكتبوا لنا تحت في الكومنتس لو عندكم اسئله ارد عليها. وهذا والله اعلم، السلام عليكم.